السلام عليكم ورحمة الله. عمرو أديب بيفقد أعصابه على المباشر بعد خسارة الأهلي من ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم، ويسخر من مرتضى منصور بسبب الخطيب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ في بداية هذا الفيديو، لا تنسى أن تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة. هيا بنا. بعد خسارة النادي الأهلي من ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم، فقد صرح عمرو أديب وقال: والله لعبة الأهلي دي كانت رجالة النهاردة، كفاية عليكم إنكم قابلتوا ريال مدريد في نهائي كأس العالم، وكفاية أوي إنكم خسرتوا من ريال مدريد مش من فاركو اللي كسبت الزمالك 3. في فرق كبير أوي يا جماعة، وفي فرق كبير أوي يا جماعة إنك تخسر من بطل العالم وبطل القرن ريال مدريد قبل نهائي كأس العالم. ريال مدريد دي يا جماعة مش فريق عادي، ده بطل دوري أبطال أوروبا 14 مرة. يعني انتوا بتتكلموا في حاجة كبيرة أوي، وكفاية كل صحف العالم بتتكلم على النادي الأهلي. ده كان في أكتر من 250 صحفي النهاردة بيصوروا وبيعملوا لقاءات مع لاعيبة الأهلي. الأهلي كان متصدر النهاردة في جميع وسائل الإعلام العالمية، والأهلي الحسنة الوحيدة اللي بتشرف مصر في دول الخارج وفي المحافل العالمية. ويكفينا فخرا إن الأهلي يواجه ريال مدريد. ده انت عشان تقابل ريال مدريد في أي مباراة لازم تدفع على الأقل 5 مليون دولار. الأهلي بيقابل ريال مدريد واخد 2.5 مليون دولار من الفيفا هدية، وبصفته وصل للمربع الذهبي. وصحيفة مارك الأسبانية أشهر صحيفة في العالم عاملة لقاء صحفي محترم مع محمود الخطيب، ومحمود الخطيب متصدر غلاف المجلة. ايه العظمة دي يا خطيب؟ مش مرتضى منصور اللي مشوه سمعة مصر بره وجوه. فرق كبير قوي يا جماعة ما بين الأهلي والزمالك. وأنا بقول لكم لولا ريال مدريد قابلت الأهلي قبل النهائي، الأهلي كان هيوصل في المباراة النهائية. كفاية على الأهلي إن هو كسب بطل أمريكا الشمالية وأمريكا، وكسب بطل نيوزيلندا، كان حاطط على الكل. فأما يخسر من ريال مدريد ده شيء عادي خالص. مش الزمالك اللي عمال يخسر من فرق الدوري، خسر من أسوان وخسر من فاركو 3. أنا صراحة بقيت أتكسف إن أقول أنا زملكاوي. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.